من أسخف التعليقات اللي قريتها على الفيديو اللي فات اللي بتكلم فيه عن إنهم عايزين ياخدوا ضرايب على التليفونات الشخصية بتاعتنا. واحد بيقول لي: ما انت بتنزلي مصر ومش بنحاسبك الكهرباء والمية بالدولار، بنحاسبك بالمصري. من أسخف التعليقات اللي قريتها والمضحكة كمان. يعني حضرتك عايزني أنزل بلدي احاسبك الميه والكهرباء واكلي بقى وشربي واي حاجه اشتريها، يعملوا لنا سوق خاص ويحاسبونا بالدولار؟ طب ما تحبسونا في زنزانه افضل. يعني ايه الكلام ده؟ وبعدين عمرو اديب امبارح غلط في ايه يا جماعه؟ في ناس بيقول لك حمله علشان ايه نوقف برنامجه، لانه بصراحه امبارح يعني انا مش من مؤيدين عمرو اديب، لكن امبارح ما غلطش. امبارح قال كلام زي الفل. قال لك تحويلات المصريين في الخارج بتوصل ل 40 مليار دولار. يعني انت جاي تحاسبه على تليفون ماسكه في ايده استعماله الشخصي؟ وفي ناس شغلها على التليفونات دي بتقعد 6 شهور في مصر و6 شهور بره. فانت جاي تحاسبني على ايه؟ على تليفون شخصي انا ماسكاه في ايدي. وبعدين انت بتحمي مين؟ بتحمي الوكيل؟ ما هو انتوا ما فيش شركه لتصنيع التليفون الابل في مصر، ومعظم التليفونات اللي بتيجي من بره ابل. فانت بتحمي ايه؟ الوكيل اللي بيستورد التليفونات دي من بره؟ انا مش فاهمه. وبعدين شركه ابل بتاخد فيه 400 دولار، انت جاي تطلب فيه 700 دولار، يعني اكتر من اللي الشركه بتاخده. يعني الامريكان من ضمن اللي قال لك الامريكان اللي نزلوا ومعاهم تليفونات ولقوا تليفوناتهم فجأة مش شغالة. واحد مع مراته لقت تليفونها مش شغال. طب ما دي فضيحة. يعني ايه شخلل عشان تعدي؟ ما انا ممكن على فكرة بسهولة جدا التحويلات اللي بتنزل بالدولار دي، ما احنا ممكن نحولها بالمصري وتنزل لكم بالمصري بدل ما تاخدوها دولار. فانا بصراحة مش شايفة قال عليه حاجة غلط ابدا، مش شايفة امبارح قال اي حاجة غلط. بيقولك الشقة اللي انا شاريها ب500,000 دلوقتي بقت ب8 مليون، ودي شقة انا قاعد فيها مسكني الخاص، جاي تدفعني عليها ضرايب ليه؟ لم فلوس بأي طريقة وخلاص. والناس بقت طفحانة الدم، و يعني بقت لكده، بقت لهنا. احنا عارفين اهلنا في مصر عايشين ازاي والدنيا ماشية ازاي، فمش عايزين لحد من بره يقعد يصطاد لنا اخطاء. يا ريت اللي عمل القرار ده يرجع في قراره. مش عيب انك تعمل قرار غلط وترجع فيه، ده قرار غير مدروس. مفيش اعلامي واحد طلع على التلفزيون ايد القرار ده، مفيش. يعني لدرجة ان احنا يعني وصل بينا الحال ان احنا بقينا نصعب على احمد موسى. يعني شفتوا وصل بينا الحل فين؟ تليفون ماسكاه في ايدي، جاي تحاسبني عليه، تدفعني عليه ضرايب اكتر من ده من ثمنه بره. على فكرة الحاجة في مصر اغلى من بره. انا هنا معايا ايفون برو ماكس 17، انا اراهنك ان انا شاريها هنا بالتقسيط المريح وشاريها ارخص من ما هشتريه في مصر. الشركه هنا بتسهل لي كل حاجه. جاي في مصر على تليفون زي ده مثلا اهو اعلى حاجه، جاي تدفعني عليه ضرايب اكتر من نص ثمنه. يعني حاجه مش معقوله ومش غلط. مش غلط زي ما قال عمرو اديب امبارح، اللي عمل القرار ده هو عكر صفو الناس، يمشي. كفايه للغلاء اللي الواحد فيه واللي الناس فيه، كفايه.